استكمالا لموضوع الإضاءة اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده. عايزين نتكلم على تحليل الإضاءة. وبالمناسبة على فكرة الديزاين ده ديزاين لمكان المفروض إن هو بيبيع يونتس بتاعت إضاءة، والمفروض إن هو بيستعرض لي أنا دلوقتي كراجل بتاع ديكور إن أنا أشوف الإضاءة بتاعته فأشتري. طبعا عنده أخطاء في الإضاءة كتير أوي أوي أوي. يعني عنده مثلا هو معتمد في المقام الأول طبعا على التوزيع الضوئي الأساسي اللي هي السبوتس، والإضاءات اللي هي المركزية اللي في النص، وطبعا الإضاءات اللي هي السبوتس اللي في الجناب واللي هنا والكلام ده كله. طيب خلينا نبص كده. الراجل ده لما جه يوزع الضوء عمل ايه؟ هو حاطط لي هنا مصدر إضاءة أهو، اللي هو اللي بيتعمل ب 3 دي ماكس للناس اللي بتاعت الدبلومة بقى، بالاي اي اس. اوكي، ده بيتعمل بالاي اي اس. فهو جه حط لي هنا الاضاءة اللي انتوا شايفينها دي منين؟ إيه يعني؟ ده مفيش سبب منطقي لوجود الضوء. ادي اول غلطة. انت عنده اخطاء كتير قوي قوي قوي. طيب بص التركيز الضوئي اللي هنا اللي واقع على السرير، النوع ده من الاضاءة اصلا ما بيعملش التركيز الضوئي ده اساسا. ده بيجي عن طريق البيم على فكرة. يعني حتى مش بيجي عن طريق السبوت. يعني السبوتس، يعني لو افترضنا ان هو حاط سبوت هنا اصلا، فالتوزيع الضوئي اللي نازل بص بيبقى واسع، واخد على مدى واسع ازاي. الإضاءة اللي هنا ده، المنظر ده بيجي عن طريق البيم. بيبقى في حاجة اسمها بيم كده، بيبقى وحدة إضاءة نازلة شكلها كده اسطواني. خليني أحاول إن أنا معلش أبينها لكم أكتر. يبقى في وحدة إضاءة من هنا من السقف شكلها اسطواني كده. البيم ده بيرمي الضوء بتاعه كأنه شعاع. هو ده اللي بيعمل المصدر اللي انت شايفه تحت ده بيجي عن طريق البيم. طيب عظيم. التوزيع الضوئي اللي هنا برضو، تداخل الضوء مع التابلو ده، الجزء ده مش صح. نعمل زوم كده على الجزئية دي. بص كده، المفروض ان الإضاءة دي يا تكرر التابلو يا تفوكس على جزء معين في التابلو، لكن ما تجيش بكثرة كده. التعرض ده تصميميا ما بيبقاش صح. طيب ادي حاجة. عندنا ايه تاني؟ الجزء ده، الضوء ده المفروض ان هو جاي من هنا يعني ولا ايه؟ ده ما يرميش الإضاءة دي. فانا عندي هنا في مصدر ضوء غير مبرر. ده جه منين؟ طيب الإضاءات اللي هنا طبعا من الليد بروفايل، هو اللي رامي الإضاءة دي، وانا ما عنديش مشكلة فيها. والإضاءة دي هي اللي رمت كده، وده صح بقى. يعني المدى ده بيبدأ الضوء ده يبان من هنا بعد مسافة قد ايه؟ قالك المفروض السبوت ده لو لازق في الحيطة هيعملك الإضاءة توتالي ك50% على الحيطة، و50% على الأرض اللي تحت دي. ولكن احنا بعيدنا بالمنظر اللي احنا شايفينه فوق ده. يعني الإضاءة دي بعيدة عن الحيطة. طب تبعد المفروض كام؟ المفروض المسافة دي تبعد 50 سنتي. 50 سنتي علشان تديني المنظر اللي أنا شايفه ده. المنظر ده ما ينفعش يترمي على حاجة سادة. يعني ما ينفعش ترمي على حيطة فاضية، لازم ترمي على حيطة فيها زي ما احنا شايفين كده تجليد او ستريبس او ماتيريال، فيها منظر، فيها خشب، فيها بتاع. لكن انا ما اقدرش ارمي الاضاءة دي على حيطة فاضية طبعا. بالتالي الاضاءة هو هنا عاملها صحيحة جدا. يعني الجزء ده من الضوء هو بالنسبة لي صح، ما عنديش اي مشاكل فيه. طيب تعال نبص بقى على شوية حاجات تانية في تركيزات الضوء. لو جينا نبص هنا هتلاقي ان الجزء اللي هنا ده كله ما فيهوش اي مصدر اضاءة. بالتالي المنظر اللي انت شايفه ده مش ده اللي هيحصل. هتلاقي الجزء ده كده، الحتة دي كلها عندك كده معتمة تماما. المنظر هنا كصورة حلوة قوي، لكن في الحقيقة مش ده اللي هيحصل. فطبعا كتوزيع ضوئي هو عنده مشكلة كبيرة جدا جدا فيها. طيب الوهج الضوئي اللي هنا طبعا هو مفترض انه جاي من السبوت ده، والوهج اللي هناك ده هو مفترض انه جاي من السبوت ده. انا ما عنديش مشكلة قوي، وان كان عندي شوية تحفظات. لان لو جينا نبص كده ونركز هنلاقي ان الاضاءة دي مركزها جوه بيت النور اللي هنا. شايفين الجبس اللي هنا ده، او جوه الجبسون بورد اللي هنا ده. فمركز الضوء اللي جوه ده جوه الكلام ده. طب الاضاءة دي ظهرت هنا ازاي؟ الاضاءة دي بص كده، شايف الحتة دي؟ ركز معايا أوي. شايف الحتة دي؟ اهي دي نهايتها. فمصدر الضوء ده
ما جاش من ده المفروض المصدر ده يجي من حاجة هنا، ومع ذلك هو يعني عامل غلطة كبيرة قوي. اللي مش فاهم هيحس انها طبيعية، او يحس ان الاضاءة دي هي اللي منورة الجزء ده وخلاص، لكن هو ده مش حقيقي. فانا اللي عايز اقوله توزيع الضوء في التصميم اللي هو عامله ده. إيه لا، لو انا وزعت الاضاءه طبقا لللمبات اللي هو حاططها دي، تعال بص بقى، هو عندي فعليا حاطط ايه، حاطط مصدر ضوء هنا هينور لي البيئه العامه اللي هنا. شايفين النوع ده من الاضاءه؟ شايفين الماتيريال اللي هي منوره ازاي؟ اضعف منه كمان 30% مثلا. فانا عندي ده اللي هينور لي توتالي الفراغ او الغرفه بالمود ده نسبيا، والجزء ده هينور لي الجزء اللي جوه، والجزئين دول هينوروا لي الحيطه دي بس. اتفرج بقى على باقي المكان هيبقى عامل ازاي. طبعا كل الكلام اللي هو حاطه ده مش هيحصل، وكل الاضاءات دي مش هتحصل، وكل التوزيعات دي مش هتحصل. فهو عامل توزيع ضوئي غلط تماما تماما، ولعب بالضوء بحيث ان هو يخلي لك المنظر شكله حلو. وهو الحقيقة ان هو كله كتوزيع ضوئي لا هو صح، ولا ده اللي هيحصل حتى لو وزع بالطريقة اللي هو عايزها. ده نظام التحليل بتاعنا. انا همسك لكم الفترة الجاية، كل فترة كده احنا لينا ميعاد ان شاء الله، او لينا جدول هنمشي عليه. بيبقى فيه ميعاد لعمل تحليل، مرة للإضاءة مرة للخامات وهكذا والكلام ده. طبعا ضوئيا انا بحللها كتصميم كضوئي. ضوئيا انا ادي التقييم للمشروع ده ايه، انا ما ادوش 5%. بس فالفترة الجاية ان شاء الله نبدأ ننزل التحليلات، ممكن نتكلم بعد كده بقى في الخامات والكلام ده. فتابعونا ان شاء الله.